شو؟ شو هاد؟ جيفون بليك هو مجنس المنتخب السوري؟ اوف، شو هي هيك؟ ايوه تماما مثل ما شفته بالتحديد. هيك صار فيني لما كنت ماسك اليوم موبايلي عم قلب بالهوم بيج على الفيسبوك، بتفاجأ بخبر انه جيفون بليك لاعب الشانفيل اللبناني هو مجنس منتخب سوريا. بالبدايه خليني اقول كلمه كتير مهمه: برافو لادارين المنتخب وبرافو حتى للمنتخب لانه عم يشتغلوا بسريه. كتير مهم هذا الشيء. للامانه كان في دائما تطلع اشاعات ما قبل التعاقد مع اي لاعب، دائما بيكون في حكي من هون من هون من هون. هالمره كان في جديه، كان في احترافيه، كان في دقه بالتعامل مع الموضوع، لدرجه انه ما حدا كان عرفان من الناس اللي كانوا متابعين للموضوع انه جيفون بليك هو راح يكون مجنس منتخب سوريا. طبعا مثل العاده تواصل معي بعض المتابعين للصفحه على البريد الخاص ليسالوني عن رايي بالتعاقد مع جيفون بليك كمجنس منتخب سوريا. هلا بهذا الموضوع خلونا نحن نحكي بكذا نقطه مهمه جدا لنعرف اكثر جيفون بليك قديش ممكن يعطي فائده، وهل هو اختيار صائب او لا. بدايه خلونا نتفق على نقطه كثير مهمه، اللي هن اكثر مركزين نفتقدهم محليا او كلاعبين محليين في دورينا السوري هن البوينت جارد او السنتر. فلما بنشوف جيفون بليك هو كلاعب بوينت جارد، معناتها هو كاختيار كثير ممتاز وكثير مناسب لنا كمنتخب سوريا، لانه نحن بحاجه للاعب قائد بالملعب، قادر يطلع تحت الضغط، قادر يسرع رتم وقادر يبطئ رتم، وقادر حتى يسجل باي لحظه او حتى يصنع كرات لزملائه. لما رح نبحث على جوجل على اسم اللاعب رح نشوف انه نحن امام لاعب من مواليد 1997، يعني عمره 27 سنه، وباعتقادي هي النقطه لازم نحكي فيها. عمر مناسب جدا لمنتخبنا السوري، مانو فوق 30 سنه ليزيد من معدل عمر منتخبنا الوطني، واكيد مانو لاعب صغير لنقول نحن امام لاعب ما بنعرف شو ممكن يعمل خلال الملعب، او ممكن نكون عم نراهن على شيء نحن ما بنعرفه. اكيد لاعب يمتلك من الخبره بهذا العمر بدوريات مختلفه. طبعا هذا الشيء نقطه كثير مهمه، مثل ما قلت لازم نضوي عليها. في معلوماته الشخصيه، نحن امام لاعب بطول 191 سنتيمتر، يعني لاعب طويل بمركز الجارد الواحد او اثنين او ثلاثه. لاعب ممكن يعطيه افضليه بالميد رينج شوت مع ممكن خصمه الى حد ما. لاعب متر 91 اكيد راح يعطيك فارق جدا بارض الملعب، وراح يزيد من معدل طول منتخبنا الوطني. الحلو انه جيفن بليك بيلعب بدوري متابع من جمهور الباسكت بسوريا، بيلعب بالدوري اللبناني مع شانفيل اللبناني. لاعب اول ما بتشوف مباراه لفريقه شانفيل تلاحظ الفرق اللي هو بيقدمه او الاضافه اللي هو عم يعطيها لفريقه، سواء كان الخصم قوي او كان الخصم متواضع او متوسط. لاعب دائما حاضر امام اي خصم، بسجل لك نقاط كتير، بيصنع كرات كتير، لاعب حاضر ذهنيا، لاعب قائد بالملعب. لما راح نتعمق اكثر بارقام جيفون بليك خاصه بالدوري اللبناني راح نشوف انه هو اللاعب الاكثر تاثيرا بالدوري اللبناني، او الام في بي بنسبه 30.8%. من خلال ارقامه بالدوري اللبناني رح نشوف انه جيفون بليك شارك مع فريقه الشانفيل بالعشر مباريات السابقه بمعدل 39.7 دقيقه بالمباراه الواحده. يعني نحن امام لاعب لياقته ممتازه جدا، لاعب بضل محافظ على جهده خلال المباراه، دائما يكون سكورر لفريقه. على مستوى تسجيل النقاط رح نشوف جيفون بليك متصدر ترتيب الهدافين بالدوري اللبناني، 269 نقطة خلال 10 مباريات بمعدل 26.9 نقطة في المباراة الواحدة. وطبعا هذا رقم جيد جدا بدوري يعتبر قوي بالمنطقة مثل الدوري اللبناني. معدل على النقطتين او الميدرين شوت يعتبر جيد جدا للاعب بيلعب بالجاردز، بسجل 76 من اصل 118 محاولة بنسبة 64.4%. اما على مستوى 3 بوينتس رح نشوف جيفون بليك يحتل المركز الرابع بهي القائمة بالدوري اللبناني ب 22 ثلاثية من اصل 68 محاولة بنسبة 32.4. طبعا هذا رقم كمان جيد للاعب جاردز. بالاسيست وصناعة اللعب بنلاقي جيفون بليك بالمركز الخامس بالدوري اللبناني ب 65 اسيست خلال 10 مباريات بمعدل 6.5 اسيست بالمباراة الواحدة. طبعا هذا الشيء كمان بيعطينا انطباع على انه لاعب بيخدم المجموعة، ولاعب عنده فيجن جيدة إلى حد ما. بإحدى تجاربه الناجحة بمسيرته الاحترافية رح نشوف إنه هو كان لاعب بالدوري النيوزيلندي مع فريق منواتو جيتس، وطبعا حقق معه أرقام كتير رائعة على المستوى الفردي. كان بالترتيب الثاني من ناحية تسجيل النقاط بعد الأجنبي القادم مؤخرا لفريق الاتحاد أهلي حلب.
اللي حكينا عنه بفيديو سابق، جيريمي كاندل. كمان على مستوى الاسيست عم يحتل المركز الثالث بنسبة 6.2 اسيست بالمباراة الواحدة. وقت نحضر مباراة لجيفون بليك رح نشوف لاعب قائد بأرض الملعب، قادر انه يسرع الرتم ويبطئ الرتم خاصة وقت تكون الكرة معه، وقادر انه يعطي حلول سواء كانت فردية او جماعية، واتجاهه مباشرة على السلة، ممكن ياخذ القرار بأسرع لحظة ممكن انت تتخيلها. ما حطيت كتير فيديوهات او لقطات له خلال مبارياته، لانه ما شاء الله عنده كتير فيديوهات على اليوتيوب نقدر احنا نتابعها. بالنسبة لي اختيار جيفون بليك اختيار مناسب جدا وممتاز جدا، مع تحفظي البسيط لموضوع المدرب وهل هو رح يتماشى مع المدرب القادم او لا. هذا كان فيديو اليوم عن جيفون بليك مجنس منتخب سوريا الجديد. انطروني بفيديوهات قادمة على قناتنا على يوتيوب. بس قبل ما انسى رح لكم اياها ولأول مرة، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد. شكرا كثير لكم. سلامات.